مرحبا، شلونكم؟ إن شاء الله الكل بخير. وصفتنا لليوم معكروني أو سباكيتي، إن شاء الله ينال إعجابكم. راح نبدأ بالطبخ. خليت المقلاة على النار وضفت الزيت 3 معالق كبار، وراح أضيف اللحم 300 غرام لحم قطعته بيدي. بعد ما حمست اللحم راح أضيف بصلة مقطعة، راح أضيف حبة فلفلة مقطعة، راح أضيف البهارات نص معلقة صغيرة فلفل أسود، نص معلقة صغيرة بهارات مشكلة، وعندي بذور مال الفلفلة حارة شوية هاي بس هذا اختياري. وراح اضيف معجون طماطم معلقة ونص، وراح اضيف فطر، وراح اضيف عصير الطماطة حبات 2، وراح اضيف الماجي، انتوا حطوا ملح 2 مكعبات ماجي، وراح اضيف الريحان او البصل، وراح اطفي عليه. راح نبدأ نسلق المعكروني. خلينا الطنجرة على النار وضفت ماي بها، لما يغلو نضيف المعكروني. الماي بدأت تغلي، راح نضيف ملعقة كوب ملح، وراح نضيف زيت معلقة كبيرة، وعندي سباكيتي 450 غرام راح اضيفها، وراح نخلي سباكيتي من 8 دقائق الى 10 دقائق، وثلاث ارباع الاستواء نخليه. بعد ما جاهز السباكيتي راح نضيفه على الحشوة، راح نطلعه من المي. وراح نضيف المي السباكيتي حتى يستوي، ونخليه على نار هادئة. وهذا جاهز سباكيتي مالتنا، راح نقدمه بالصحن التقديم.
وراح أزينه هذا فطر على شكل وردة وبس. هاي النتيجة النهائية. إذا حبيتوا هاي الوصفة سوونا لايك وشير واشتراك بالقناة، وألف عافية.